حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. تعالى بيش تعالى بقالي كتير ما قدمتلكوش فيديوهات، يا ريت تدعموني. النهاردة احنا فين؟ احنا في محافظة السويس، في ممشى بور توفيق في محافظة السويس. الممشى ده صراحة كان مقفول بقاله 13 سنة. طب الممشى ده موجود فين؟ موجود بيطل على قناة السويس. طول ما انت قاعد كده تلاقي المراكب رايحة جاية عليك. بجد بجد منظر رائع، مكان فوق الرائع، حياة جميلة، يوم تقضيه جميل. طبعا يعتبر مكان الترفيه في السويس مش الوحيد، لا، في أماكن ترفيه تانية حلوة جميلة، بس ده يعتبر التوب بتاعهم، ده يعتبر أحلاهم. كل يوم بتشوف مناظر جديدة، كل يوم بتشوف مراكب جديدة، كل يوم بتشوف عبور مراكب غير اليوم اللي قبله. فده حدث مهم قوي لشعب أهل السويس. النهاردة بجد نشكر المسؤولين ان هم فتحوا الممشى ورجعوا يفتحوه تاني. ما تتصوروش قد ايه فرحة شعب السويس بالممشى ده. الممشى ده شعب السويس كان يعتبر ليهم ذكريات جميلة فيه، وقضوا أحلى أيامهم. طبعا فترة كبيرة قوي إن هم بقالهم 13 سنة الممشى ده مقفول، فطبعا بالنسبة لهم دي فترة كبيرة، بالنسبة لهم فترة كانت مش حلوة. كانوا بيحبوا يروحوا. طبعا في أماكن كتير في السويس، اللي نفسه يجي يزوروا السويس يجي. السويس جميلة، جميلة بأهلها، جميلة بشعبها، جميلة بالأماكن اللي فيها. عندنا الكورنيش، عندنا حديقة الفرنساوي، عندنا سوق السمك وأحلى سمك سويسي هتاكله. كل حاجة في السويس جميلة، يا ريت تيجوا تزوروها، ويا ريت تيجوا تتفرجوا على يعني عظمة الحاجات اللي فيها. دي عبور سفينة في قناة السويس. طبعا كان كل سفينة بتعبر كانت بتشغل الجرس بتاعها، ان فرحانة، كانت بتحيي الشعب. بجد كانت فرحة كبيرة حلوة، فرحة. الناس كانت فرحانة جدا. كل الناس كانت قاعدة فرحانة، كل السويس راحت تتفرج على أحلى حاجة حصلت لهم، أحلى ذكريات يسترجعوها. طبعا الناحية التانية المقابلة دي هنلاقي فيه الصحراء دي سينا، وده كان خط بارليف اللي الجنود البواسل بتوعنا عدوا علشان خاطر عدوا القنال علشان خاطر يروحوا يقتحموا خط بارليف ونسترد أرضنا اللي كان العدو واخدها. بالمناسبة دي بندعي لأهل فلسطين وأهل غزة، ربنا يقف جنبهم ويدافع عنهم ويخرجهم من أزمتهم على خير وسلام، وينتصروا على أعدائهم زي ما احنا كده انتصرنا في 6 أكتوبر. هم كمان ربنا يديهم وينتصروا على أعدائهم ويحرروا أرضهم. بجد الحرية مفيش أحسن منها، بس أهم حاجة لما ناخد حريتنا نحافظ على بلدنا، نحافظ على بلدنا الجميلة. وقد إيه الواحد فخور إن في بلده أماكن جميلة جدا. في بلد مصر عامة فيها أماكن جميلة وحلوة. بصراحة كل كان فرحان بالافتتاح. بصوا المنظر، فما بالك بقى القعدة عليه شكلها عاملة ازاي. يا ريت تيجوا وتزوروا، ويا ريت تقضوا يوم حلو في السويس. ادي ده اخر الممشى تقريبا طوله 1300 متر. لو انت بتتمشى رايح جاي عليه مش هتحس بالتمشية من كتر الحلاوة ومن كتر الانبهار اللي انت هتبقى فيه. مش تبقى حاسس ان انت مشيت المشوار ده كله. اللي هيجي ده دول اسدين، مش عارفة، ده التذكار. ده نصب تذكاري لجنود ماتوا ايام الحرب العالمية. الجنود دول كانوا من الهنود والفلسطينيين، فكانوا عاملينه تخليدا لذكراهم لما ماتوا ايام الحرب العالمية. طبعا جددوه مع تجديد الممشى نظيف جدا، الممشى فيه بسكتات كتير. يا ريت بجد تيجوا تزوروا وتشوفوا وتقعدوا احلى قعدة
هتقعدوها هتنسوا الدنيا وهمومها، واحنا خلاص. بندعوكم تيجوا تزوروا السويس بلدنا. وادي مركب تانية اهي عدت، حبيت برضو اصورها لكم اوريكم المنظر. دي مركب تانية غير الاولانية. طبعا بشوي فرحان، ده بشوي ابني وفيلو ابني فرحانين طبعا، اول مرة كاطفال يشوفوا حاجة زي كده، فكانوا منبهرين بالمكان. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك ودعموني، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.